السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين النهارده؟ رجعنا لكم في جديد. قبل الكلام صلى على النبي على افضل الصلاة والسلام. دعم اخواننا الفلسطينيين، ربنا ينصرهم. يلا علشان نبدأ فيديونا النهارده. قبل ما نبدأ فيديونا انزل حط اللايك والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. النهارده معانا قصة حلوة، وهي أول قصة بعد ما قلت لكم عليها بعد ما كنت بنزل أكل وكده. هي دي أول قصة، وإن شاء الله تكون تعجبكم، وهعمل فيديوهات تعجبكم أو إن شاء الله، وهعمل على قدر ما أقدر أخليكم تحبوا القصص بتاعتي علشان أنزل لكم قصص أحلى بكتير. بس عايز الفيديو دلوقتي يوصل فوق ال10 لايكات، فوق ال20 لايك، تمام؟ علشان في ناس بتسمع فيديوهاتي مش مرتداه تعمل لايكات، تمام؟ تسمعوا وبعد كده السلام عليكم القال. وانت لما تسمع انزل حط اللايك واشترك في القناه ومش مشترك علشان تشمل العيله في اليوتيوب. احمد بدر حبيب الشعب، تمام؟ مرحب بيك عند حبيب الشعب. يلا علشان نبدا فيديونا النهارده. بيتكلم على اخين وام واب، تمام؟ بصوا، بطل النهارده وبطلة النهارده معانا محمود ومحمد وامه وابوه والحشيش. معانا ام محمد، كانت من صغرها كانت بتشوف مين؟ كانت بتشوف ناس، تمام؟ كانت بتشوف ناس اللي هم بيبيعوا حشيش وكده، كان يقفوا عندهم فين على راس الشارع ويبيعوا الحشيش والحاجات الحرام دياتي، تمام؟ وهم بيبيعوا كده، هي تبقى واقفة تتفرج عليهم هما يبيعوا ازاي كده. يعني المفروض ايه البنت لما تشوف حاجة زي كده تروح تخاف وتروح. دي ما كانتش متخيل، كان قلبها تجيب وتعلمت. وبعد ما اتجوزت حصل ايه؟ بعد ما اتجوزت او ام محمود كانت ايه؟ كانت بتبيع، اتعلمت خلاص وبقت بتبيع. وهي بتبيع في مرة كده الحكومة جت على غفلة، خدوها ودوها السجن. حكم عليها بقد ايه؟ ب25 سنة. ليه؟ علشان دي مرة لو راجل مسكوه هيدوه على الأقل 15 سنة، تمام؟ زي ما يكون قتل قتيل. مين اللي اتعلم منها؟ محمود. بيجي بيبيع اما يبيع، تمام؟ بعد هو ما يبيع راح، ما جاتش الحكومة خدته. يعني كان كل ما يسمع الحكومة جاية يجي. راح كلم صاحبه، هو بيكلم صاحبه صدفة كده. راح صاحبه قال له البوكس عندكم في البيت. هو كان فين محمود؟ عاد محمود كان كان مسافر بس بلد جنب بلدهم، كان جاي تاني بيبيع ايه؟ حشيش وبيشتري حاجة حرام جدا، تمام؟ بعد ما هبيع واشتري راح جه. اول ما قال الحكومة عندكم في البيت، هو ما جاش، هو جه في البلد بس ما راحش البيت. ليه؟ قالوا يا صاحبي انا جاي اقعد عندكم علشان الحكومة عندي في البيت. هيقعد عندكم يجي يومين كده عشان هيجيله باين كذا يوم ورا بعض. هاجي، تمام؟ بيتك تعال. محمود راح، وريته ما راح. ليه؟ كان صاحبه لبس المصيبة، هما كانوا جايين ياخدوا صاحبه بس لقي محمود كانوا مطلعين عليه الكلب. وحرام